السلام عليكم، اهلا بكم في فيديو جديد. لو انت اول مره بتشوف الفيديو ما تنساش تشرفني بالاشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان توصلك الفيديوهات اول باول. في الفيديو ده هعرفك ازاي بتغير الباسورد لراوتر اللي هو تي داتا 108 ان من على الموبايل. طبعا حضرتك بتبقى موصل على شبكه الواي فاي اللي انت محتاج تغير الرقم السري بتاعها. بمعنى انا مثلا موصل على شبكه اسمها انجينير من فوق هنا، محتاج ان انا اغير الباسورد بتاعها. بتيجي على متصفح جوجل كروم وليكن بالشكل ده، بتيجي تكتب في شريط البحث فوق الاي بي بتاع الراوتر اللي هو الافتراضي اللي هو 192.168.1.1، اللي اذا كان انت مغيره، بس في الغالب حضرتك مش مغيره، وتبدأ من هنا بحث. بعد كده بتيجي على باسورد الدخول اللي هو اليوزر نيم، والباسورد بيكون بنسبة 99% ادمن. كل ده طبعا بيبقى سمول ADMIN، وتحت فيه الباسورد برضو ADMIN. تمام، بعد كده بتعمل لوج ان. اما بتعمل لوج ان بيبدأ ان يدخلك على اعدادات الراوتر. من هنا بتيجي تكبر كده وتدخل على اعدادات الراوتر، بتيجي على حاجة اسمها النتورك. طبعا هو مديهالك اهي، هو ظاهر عليها باللون الاخضر على طول. بتيجي انت تنزل على حاجة اسمها دبليو لان من هنا بالشكل اللي حضرتك شايفه ده. بتيجي على اللي هو ال SSD settings من هنا برضو، نشوف الدنيا فيها ايه. ده لو انت محتاج تغير اسم شبكة الواي فاي، بتيجي هنا بتغير الاسم اللي حضرتك محتاجه مثلا. بس انا مش محتاج اغير الاسم، سيب الاسم زي ما هو. تحت كده هتلاقي حاجة اسمها security من هنا، تفتح السكيورتي من هنا، بتلقى الباسورد اللي حضرتك عامله للراوتر اللي هو القديم بتاعك. تبدأ ان انت تغيره مثلا. وليكن انا هغير الرقم السري ده، بدل الاتنين خليتها الزيرو. تمام، تيجي بعد كده من تحت تعمل حاجة اسمها سبميت، اللي هي تقدم يعني او كده. بيبدأ انه يطلع من على شبكة الواي فاي اللي حضرتك موصل من عليها، ويدخل عليها تاني بس منك يعني. لو تلاحظ هو هنا اداك ايرور في الصفحة، معنى ذلك ان الموبايل طلع من على شبكة الواي فاي. لو جيت تبص فوق هتلاقي الواي فاي اصلا عندي اتوصل على شبكة تانية غير الشبكة اللي انا كنت موصل عليها. نبدأ ان احنا نبحث عن الشبكة اللي انا كنت موصل عليها اللي هي كانت باسم انجينير، عشان كده انا مرضتش اغير اسم الشبكة. هتلقى انجينير في الشبكات اللي هي مش محفوظة، او اللي مش متسجلة على موبايلك، يعني تدخل عليها بالشكل ده. هيبدأ انه يطلب منك كلمة السر بتاعة شبكة انجينير. طبعا ندخل تاني عليها بالشكل اللي حضرتك شايفه ده. طب هو مش راضي يدخل عليها، تعمل ايه بقى يا معلم؟ اقول لك تعمل ايه. تيجي على مور هنا، هتلقى الشبكة دي كانت محفوظة عندك يعني، وتيجي على انجينير من هنا، على المربع، على علامة التعجب اللي فوق دي، وتعمل فورجيت للشبكة دي. بمجرد ما تعمل فورجيت بقى يا اسطى، بتيجي تاني تدخل على الواي فاي. انا طبعا عرضت قدامك المشكلة وعرضت قدامك الحل بتاعها، تيجي تبحث عنها. بيطلب منك الباسورد. طب الباسورد كان كام؟ كان 1 2 مثلا. كان 1 2 تقريبا 1 2 تقريبا 4 أصفار، آسف. بعد كده 1 0 مثلا. تمام، بعد كده بتعمل اتصال بالشكل اللي حضرتك شايفه ده. هيتوصل معاك او توصل معاك، بس هنا بقول لك نو انترنت طبعا، عشان انا اصلا موصل الراوتر بتاعي من غير اي كابلات ومن غير اي سلك تليفون الارض داخل فيه، يعني لان ده راوتر بجرب عليه وكده. تمام، وبكده تكون يا باشا غيرت الباسورد بتاع الراوتر بتاعك. ده كان فيديو في السريع كده، حبيت ان اشاركه معاك. اتمنى يكون عجبك، وحابب اوصيك بالاشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان توصلك الفيديوهات اول باول. شكرا ليك على المشاهده.